هنسمي الله وهنعمل النهارده المش البلدي اللي على اصوله بتاع الفلاحين، وهقول لك ازاي تعمليه بطريقه سهله قوي ومكونات كمان، يعني مش هيكلفك حاجه خالص. وباي مقادير عندك في البيت هتعمليه. بصوا، من حاجه بسيطه قوي هنعمل احلى مش، ولا نروح بقى نجيبه غالي، ولا نروح نجيب الكيس من الفلاحين بقد كده. لا، تعالوا نبدا مع بعض ونعمل كميه كبيره تتحط عندنا في التلاجة لوقت ما نعوزها، وقت ما نحب ناكل مش هنطلعه وناكله على طول. زي ما قلت لك كده في الاول الفيديو ان الطريقه سهله قوي، مش هتكلفك حاجه اهو خالص. هو كيلو لبن هنعمل منه كل الخير اللي انتوا شايفينه ده كيلو لبن بلدي. قبل ما انزل بكيلو اللبن البلدي في الحله، كان فيها في الاول يعني بتاع نص كيلو برضو او كيلو ميه الشرش بتاع الجبنه القريش. عارفين الجبنه القريش لما بنجيبها كده من عند الفلاحين مش بيبقى فيها شرش؟ دي الشرش ده انا جبته برضو من الفلاحه، وانا بشتري اللبن من عندها عشان اللبن يبقى بخير وكده، وتعرفي تطلعي منه الخير اللي انتوا شايفينه ده كله. فجبت منها كيس شرش بتاع جبنه، قلت لها هاتي كيس شرش بتاع جبنه، فادتني حبه حلوين ونضاف. وخدت منها كمان اللبن البلدي اللي انتوا شايفينه ده، الكيلو ب 30 جنيه. وخدت منها زي ما قلت لكم كده كيس شرش بتاع جبنه. انت لما بتقولي لها هي بتديكي الكيس كده من غير اي حاجه ومن غير فلوس كمان. فحطيت لنا اللبن دلوقتي وحطيت عليه كيس الشرش، يعني كيلو لبن وكيلو الميه بتاعت الشرش بتاع الجبنه ده. حطيناهم على بعض كده يغلوا، وحطيت عليهم فلفل احمر من اللي بنشتريه كده الحامي ده، لازم يكون فلفل حامي. كميه حلوه كده، وانزلي بيها كده كلهم وسيبيهم بقى على النار يغلوا مع بعض. وطبعا الفلفل لما نحطه ما يكونش فيه الحته اللي ورا دي، القشره اللي ورا دي بتتشال، اللي هو الديل بتاعها ده، يعني بقى نضيف. هنا بقى انا عندي ايه؟ بصوا، نص كوبايه دي ذره. دي الذره ده هيخلي المش معانا جميل، وهيديله قوام حلو كده. والفلاحين بيعملوه بالطريقه دي. لو مش عايزه تحطي خالص الشرش بتاع اللبن ومش عايزه تحطي الحاجات دي، هتحطي مرته وهتحطي معاها لبن بس. يعني اللي متاح عندك هتشتغلي بيه. انا هنا عملتها بالشرش وعملتها باللبن، وكمان هحط معاها المرته. في ناس بقى بيعملوها ازاي؟ بيجيبوا اللبن يغلوه، وبيكون عندهم المرته بيحمروا المرته كده زي ما هنشوفها في الفيديو برضو، وبينزلوا بيها على اللبن، وده بيبقى ايه؟ الخميره بتاعت المش. هنا عملت الخميره بتاعتي من كل الحاجات دي عشان تبقى كتيره معايا، يبقى كميه معايا كتيره. هنا دي كوبايه ملح عشان عامله كميه كبيره، وكمان الملح لازم اساسي يبقى كتير علشان ما يدوتش معاكي ويعيش معاكي مده طويله. يبقى حطيت كيس الشرش ده وحطيت كيلو اللبن، ولو ما عندكيش الشرش هتحطي اللبن بس، وهنحط معاه الفلفل، وكمان هنحط معاه مرته. يبقى كده يعني اي حاجه من دول انت بتختاريهم وبتحطيهم، يا اما تحطي التلاته زي ما انا هحط كده. هعيد تاني عشان لو محدش شاف المقطع يشوفه يسمع يعني اللي انا هقوله. كيلو لبن عليه كيس شرش، حبه شرش كده بتاعت الجبنه، وحطينا عليها الفلفل، وحطيت نص كوباية دقيق ذرة، وحطيت كوباية ملح، كله كده على النار. ومش أول ما نحطه على النار ويغلي نطفيه، لأ، لازم نسيبه يغلي شوية حلوين. يعني لازم يقعدوا يغلوا بتاع ربع ساعة. مش تحطي كده وتشيلي، لأ، لازم نغلي غليان جامد. ونطير نسبة المية اللي في اللبن واللي في الشرش اللي احنا حاطينه، تبقى الحاجة مركزة كده معانا. يعني تغليه مش أقل من ربع ساعة، يفضلوا يغلوا كده. بعد ما النار تكون عالية تهدي النار وتسيبيه يغلي غليان جامد. انا هنا خدت نص الكميه ونص الفلفل اللي انا حطاه، وضربتهم في الكبه ورجعتهم تاني في الحله. هنا بقى اداني قوام تقيل. طبعا نص كوبايه دي الذره دي حلوه وصحيه ومش وحشه خالص، بس بتدي للمش قوام حلو قوي. وكمان احنا كده كده هنعمل له قوام بالجبنه وبالحاجه اللي احنا هنحطها. بس انا حطيت نص دي الذره ده برضو بيخليه حلو قوي. جربوا بس كده وان شاء الله يطلع معاكم في منتهى الجمال. نص كوبايه، ربع كوبايه، وممكن تستغني عنها خالص ما تحطهاش. انا هنا بقى عندي جبنه قريش اللي هي المتفصصه متقطعه دي، حطيت عليها الملح وسبتها بقى ايه؟ حبه كتير، يعني يوم كامل كده ان هي تنزل الميه بتاعتها. اهم حاجه كل حاجه نحطها نسيبها تنزل الميه بتاعتها. هنا بقى حطيت بتاع شطه كده، بتاع ربع كوبايه شطه. الشطه دي ماده حافظه ان هي ما تدوتش معاكي، والفلفل كمان اللي احنا حطيناه. ونزلت دلوقتي بحبه شمر حلوين. حبه الشمر دول هيخلوا ريحه المش حلوه، يعني يديله ريحه حلوه، وكمان تمنع عنه ان هو يخش له اي دود او اي حاجه. كل الحاجات دي بتنكه المش بتاعنا، وبتخلوش يجيله دود او اي حاجه. هنا بقى الجبنه تاني يوم لما بصوا اتصفت ميتها خالص. بصوا نزلت ميه كده، فهناخدها بقى بعد ما نشفت كده وهنزل بيها على المش. كل دي حاجات بتقوم المش معاكي، بتخليه تقيل معاكي قوامه حلو.
وفي نفس الوقت بقى الحاجات دي كده تبقى زي الزبدة كده، تاخديها بالمعلقة كده تاكليها جميلة. فهنزل بقى بكمية الجبنة، وممكن على فكرة نضربه في الخلاط دلوقتي كده، هتبقى دي بصوا زي الزبدة كده معاكي. بس انا عايزاها قطع كده، مش عايزاها تبقى مضروبة. حطيت شوية شطة كمان، وقلبت بقى ده كله، وهنحط كمان ورقة لورا. كل الحاجات دي هتخلي ريحة المش حلوة، وتحافظ كده على المش، تكون إيه كل ما تيجي تفتحيه تلاقي ريحته حلوة. هنا بقى الفلفل سبت شوية صحاح، ما طحنتهمش كلهم. لازم يكون فيه فلفل صحيح، ما تحطيش الفلفل الأخضر، لازم يكون فلفل أحمر. ونزلت هنا كان عندي حبة جبنة رومي، نزلت بيهم هنا بقى في الوقت ده. لو عندك قشر برتقان انزلي بيه، لو عندك جبنة رومي انزلي بيها، لو عندك جبنة ما موجودة كده انزلي بيه، لو اللبن عندك قطع انزلي بيه. كل حاجة عندك هتبقى في التلاجة مش عايزاها تنزلي بيها في قلب المش ده. انا بقى هنا بقى حطيت ايه، معلقتين عسل. انا لسه هحط حبة تاني لان معلقتين عسل بس اللي كان عندي، بس انا عايزة احط بتاع نص كوباية كده. وهنا دي معلقة حلبة عشان برضو ما يدوتش معاكي وتفضلي تحافظي عليه. العسل هنا مش هيبان خالص ولا هيكون له اي طعم خالص، بس هيحافظ عليه يعني. بص الصعايده اللي هم في الصعيد ما بيعملوش المش الا كده، يعني المش الصعيدي الجامد قوي. اسالي كده اي صعيده يقول لك لازم العسل الاسود ده. فاحنا عايزين نعمله زيهم كده، اللي هو الاصلي الحلو. انا دي حته مرته كانت عندي، سيحت الزبده زي ما وريتها لكم في اول الفيديو كده. كانت عندي حته زبده في الفريزر فسيحتها، وخدت ايه المرته بتاعتها. لو انت بقى عايز تعملي المش من غير الشرش خالص، هتعملي اللبن وتنزلي عليه بالمرته دي كده زي ما قلت لك في اول الفيديو، وهتغليهم مع بعض. بس بصوا اهم حاجه لازم المرته تتحمر تتغمق. بس لازم توصل معانا لدرجه اللون ده، ان هي تبقى غامقه كده. اول حاجه هتدي المش بتاعك لون حلو قوي، وفي نفس الوقت هتدي له طعم حلو. انا هنا نزلت بحبه عسل تاني. العسل الاسود ما تخافوش مش هيبان خالص، بس بيعدل الطعم على فكره، ولا هيبان فيه، بس هيديله طعم وقوام حلو. هنا بصوا لازم تكون المرته غامقه كده، وكمان المرته دي هتخلي المش بتاعنا غني كده، يعني تحسي بقى بالسمنه البلدي فيه كده وبتديله غناوه. وزي ما قلت لك كده، لو انت مش عايزه تحطي الشرش هتحطي اللبن والمرته بس على بعضيهم وتغليهم، ويبقى ده عندك الخميره بتاعت المش. لكن انا كان عندي الشرش فايه عملته كده وانت بقى حره، يعني اللي هيعمل ويجرب ممكن يعملوا كده ممكن يعملوا كده، مش فارقه يعني. بصوا ده اسمه الدنكار ده، بيحطوه عشان المش ما يدوتش. يعني في الفلاحين بيجيبوا الدنكار ده يربطوه في شاشة كده ويحطوه كده في البرطمان من فوق خالص على المش من فوق، علشان خاطر ايه ما يدوتش. لكن احنا مش هنحطه لانه هو مش حلو، معمول من مادة مش حلوة. فاحنا لازم كل حاجة ناكلها تبقى صحية. تعالوا بقى هقول لكم نعمل ايه بداله. انا طبعا قلت لكم في الاول كده كده، بس ايه يعني هقول لكم برضو واحنا بنحط برضو الحاجة هنعمل ايه. المهم انا دلوقتي بقى ايه، مش هينفع ان انا احط الحاجات دي كلها وما احطش فيه جبنة طبعا قريش. فانا هنا بقى ايه، جبت نص كيلو جبنة قريش. والجبنة القريش على فكرة بتتعمل في البيت سهلة قوي. انا هنا جبت نص كيلو جاهزه، مش عملتها في البيت، دي جاهزه. وحطيت بقى شويه ملح على شويه شطه حلوين كده، يعني نص كوبايه ملح على نص كوبايه شطه. واحط بقى الجبنه اغلفها من كل ناحيه، اخلي الجبنه تتملي بالمش والملح ده علشان تنزل ميتها. وهسيبها على رف التلاجة يومين تلاتة زي ما تنزل ميتها. انا عايزه لما اجي اشيلها كده الاقيها زي الحجر كده ناشفه جدا ومحطبه وما فيهاش نقطه ميه. اي حاجه فيها ميه هي دي اللي بتخلي المش يدوب. فاحنا هنحطها بقى على رف التلاجة لغايه ما تنزل ميتها خالص، وفي نفس الوقت تبقى ناشفه كده علشان ما تتهريش في قلب المش من جوه، تفضل الواحده بوحدتها كده زي ما بنيجي نشتريهم كده من الفلاحين، بنلاقي القطعه بقطعتها كده حلوه، فبتطلع لنا كده القطعه حلوه. بنروح بقى نشتري القطعه دي، مش عايزه اقول لك يعني تروحي تشتريها تقول لك هاتي 30 وهات 40 جنيه، وتديكي حته جبنه صغيره كده وحبه ميه مش ما يستوش اي حاجه. عشان كده انا قلت لا، انا لازم اعمله واعمله بكميه حلوه واسيبه في التلاجة وقت ما نعوز ناكل مش وطحينه بقى والحاجات الحلوه دي، يبقى الحاجه موجوده عندنا في البيت. انا كده بقى هسيبه على رف التلاجة، وتعالوا بعد كام يوم بقى نشوفها. بصوا اهي، انا هنا بقى بص نزلت هي كمان الطبق ده، انا شلت منه ميه كمان، يعني هو فضيت منه الميه ودي ميه تانية يعني. بصوا بقى هنا خلاص نشفت وحجرت ما فيهاش نقطه ميه. هنزل بيها بقى ايه في المش. انا معلش المش حطيته في البرطمان لان ايه مش كنتش عارفه اشيله بالحله كده في قلب التلاجة، فحطيته في البرطمان كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هنزل بالايه، بالجبنه بتاعتي. انا هنا بقى مش هينفع ان انا اقعد اقلبها عشان ما تتهريش مني، فهعملها كده وبنزلها كده زي ما انتم شايفين بهز كده وخلاص. كده بقى بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان هو بقى تقيل وجميل. انا بنزل كده مش اكتر.
انا بقى مش هحط الدنكار، وحطيت بقى ايه معلقه الحلبه الكبيره دي او معلقتين حلبه هيغنوكي خالص عن الحاجات دي. وكمان نزلنا بالشمر ونزلنا بورقه اللورا وكل الحاجات اللي حطيناها ان شاء الله مش هتخليه يبقى فيه اي حاجه خالص وعلى ضمانتي. وبعد كده بقى احنا اهم حاجه ان احنا نحطه في التلاجة ما نسيبوش بره. وكده خلصته بقى معاكم، وان شاء الله لما اجي افتح عليه وناكل منه هبقى اوريهولكم. انا بقى غطيته كده زي ما انتم شايفين، واجيب كيس كده واغطيه واسيبيه بقى شهر شهرين. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.